ندخل المنافسه الافريقيه شعب 2022. السلطات العليا العموميه تتحدث عن الاستعدادات، ولكن نريد ان نرى هذه الاستعدادات بعين الاعلامي. هل الجزائر اليوم مستعده لانجاح هذا الحدث؟ بالفعل الجزائر مستعده جاهزه 100% في ظل هذه الهياكل، في ظل هذه المنشات العالميه. عن ملعب نيلسون مانديلا ببراق نتحدث ملعب بمقاييس عالميه مثله مثل ملاعب اخرى متواجده في اوروبا، في امريكا الجنوبيه اللاتينيه، وحتى في مونديال قطر شاهدنا ملاعب بمقاييس ملعب نيلسون مانديلا. زيد على ذلك ملعب عنابه التحفه لمدينه بولا في 6 اشهر تم تجهيزه من طرف شركه وطنيه. نفس الشيء لملعب شهيد حملاوي بقسنطينه تزين باحسن حله. نفس الشيء لملعب الوداد في الذي قطرنا العاب البحر الابيض المتوسط. اعتقد بان الجزائر جاهزه سياسيا، جاهزه رياضيا، وجاهزه اعلاميا، وجاهزه ايضا جماهيريا. سيدي الكريم زميلي كامل المهدي، تعرف انه ربما فيه يعني تقاليد جديده لم نعهدها من قبل. رئيس الجمهوريه له اعلى اهتمام بالرياضه، شفناه في وهران لما افتتح المنافسات العاب البحر المتوسط، شفناه في قطر لما كان في افتتاح كاس العالم، وهو يشرف على هذه الدوره، وهو ينسق ويامر ويعطي كل التعليمات لانجاح الحدث الافريقي. كيف تفسر هذا الاهتمام الرسمي بالرياضه في الجزائر؟ ليس بغريب لعده اعتبارات. اولا لانه محب للرياضه، ثانيا لانه ملم بكرة القدم. كانت لي فرصة لما في الموسم الماضي لما كانت لي دعوة، شرف دعوة من طرف رئيس الجمهورية لحضور حفل الافتتاح باليوم الوطني للصحافة الوطنية. كان لنا حديث معه طبعا كصحافة رياضية لقطها بعد الزملاء. الرجل أو الرئيس ملم بكل ما هو يطوف ويصول ويجول في الملاعب الكروية وفي الأندية الجزائرية. زيد على ذلك هو يدرك تمام الإدراك بأن الرياضة اليوم هي واجهة وقبلة كل العالم، سواء من خلال استضافة العاب البحر الأبيض المتوسط أو استضافة بطولات إفريقية، بطولات عربية. وهذه البطولة أولى لها اهتمام لعدة اعتبارات. أولا هي عودة الجزائر لوجهها بعد 99. آخر حدث احتضناه هو كان كاس افريقيا 99 وفزنا فيه ونتمنى نفوزوا به اليوم. بالفعل هو يدرك أيضا بأن هذا النجاح نجاح شعب، يعني بالنسبة كبيرة الجزائر ستحتضن كان